السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الغاليين. فيديو مهم جدا لكل أحبابنا اللي بيعملوا انترفيو سواء في بنك أهلي أو في مؤسسة رسمية. تعالوا نشوف كده، ده ملف جميل اتبعت لي. طبعا الهدف منه الاستفادة للناس كلها، ربنا يتقبل يا رب العالمين. ها شباب، التجربة الأولى، الأسئلة في الانترفيو. اللي بيمتحنك عاوز إجابات محددة منك، مش عاوز كلام كتير ملوش لازمة. يعني مثلا لما يحكي لك ويقول لك عرف نفسك، هتعرف له نفسك في هيئة نقاط محددة وواضحة وبسيطة. مش هتقول له مثلا انك بتنام بدري، مش هتقول له ان انت بتحب تنام على صوت مزيكا، لا، هتكلمه طبعا عن سماتك الشخصية، صفاتك الشخصية، طبيعة شخصيتك، وتحاول تربطهم قدر الامكان بنقاط قوتك. طبعا انت عاوز maximize your strong points او points of strength. عاوز تكبر وتفخم في نفسك، وبعد كده هتسلط الضوء على مهاراتك الحالية ومهاراتك الشخصيه اللي بتستخدمها في الشغل وفي الحياه عموما. وهم طبعا بيدوروا على الناس اللي بيتوافقوا مع معاييرهم وكمان مع متطلباتهم. طبعا بالكاتب يقول انا بالكاد ما اعرفش هم عاوزين ايه، فلازم تشتغل وتبحث عن الشركه او المكان اللي انت بتقدم فيه وتعرف هم بيعملوا ايه بالظبط وتعرف كل حاجه عنهم. ما انت طبعا لازم تبقى داخل عارف انت داخل على ايه. بنكمل. سؤال مهم جدا وسؤال صعب قوي. What are your weaknesses؟ ما هي نقاط ضعفك؟ طبعا هنا بيقول انا هبدأ ب، علشان هو من اصعب الاسئله، وهننهي بالاسئله اللي على البنك وعلى خدمه العملاء. وليه عاوز تشتغل عندنا انا هبتدي طبعا من الصعب للاسهل ان شاء الله، ونكمل يا شباب بقيه الاسئله. ايه نقاط ضعفك؟ هتقول في الامتحان نقطتين ثلاثه وبالهداوه بس، مش اكتر، لانك انت لازم تجاوب في فتره حلوه، مش هتعدي فتره كبيره وتقعد ترص في كلام كتير. طبعا خير الكلام ما قل ودل. بيقول هنا I trust people، بيدي احد نقاط الضعف. I trust people very quickly but I'm more careful now. طبعا ايه اللي هنا عمله؟ عمل حركة جميلة جدا، قال انا بثق في الناس بسرعة جدا. I trust people، trust كرر بعدي علشان الانترفيو لو بالانجليزي يتكلم بالانجليزي. I trust people very quickly but I'm more careful now. لكن انا الان اصبحت او انا الان اكثر حرصا. خد بالك بقى، الموضوع خلاص ما عادش بيخيل عليا، انا طورت نفسي. I can say no when somebody asks me for help and that causes me overload sometimes. انا ما بقدرش اقول لا لما حد بيطلب مني المساعده، وده بيسبب لي حمل زياده احيانا او عبء زياده. طبعا هنا ما فيهاش تغيير قوي. هنا I'm a little bit lazy about which I'm not interested. انا كسول. طبعا خد بالك عمل ازاي، كان ممكن يقول I'm lazy انا كسول، طبعا كلمه كبيره، لا، قال ايه a little bit، قليلا قليلا، كسول شويه صغيرين about which، عن الحاجه اللي انا مش مهتم بيها. طب خد بالك بقى، الحاجه اللي انا مهتم بيها ده انا موس يعني شغال طلقه زي ما بيقولوا كده، قطر. تمام. I have time management problem but I'm learning now how to manage my time and have the maximum benefit of it. يا نهار ابيض، عدل الدنيا على طول. انا عندي مشكله في اداره الوقت، management problem، في اداره المشكلات. في مشكله اداره الوقت، عندي مشكله اداره الوقت، ما بعرفش ارتب وقتي. لكن طبعا بتدي العكس تماما. but I'm learning، انا بتعلم دلوقتي، مضارع مستمر اهو، how to manage my time، كيف ادير وقتي and have the maximum benefit of it، يعني يكون عندي واحقق اقصى استفاده منه، the maximum benefit. ممتاز جدا. بعد كده بيقول I have never، بيقول بعد كده من ضمن مشكلاتي excessive frankness sometimes، الصراحة المتزايدة أو المفرطة أحيانا. ده إيه تاني؟ I have never accepted failure، أنا عمري ما قبلت الفشل. دي حاجة كويسة. I'm not very skillful person، I'm not a very skillful person، أنا شخص مش ماهر قوي at this moment، في هذه اللحظة أو الآن. but on the other hand، لكن على الصعيد الآخر I
knowledge cause I'm doing my best to get more information. تمام. هنا بنكمل الجملة. بيقول I'm not very skillful person. أنا مش شخص ماهر قوي. But at the moment. هذه اللحظة أو الآن. But on the other hand لكن على الصعيد الآخر I'm trying to get ها I'm doing my best. I'm doing my best to get more information and knowledge. أنا بحاول أحصل طبعا الجملة مقلوبة. تاني I'm doing my best لكن أنا أبذل قصارى جهدي. تمام to get more information لكي أحصل على معلومات and knowledge ومعرفة جديدة because I appreciate values لأني أقدر القيم or I appreciate their values أن أقدر قيمتهم. قيمة إيه بقى؟ knowledge المعرفة أو العلم and information والمعلومات. بنكمل. النقطة مختلفة خالص. What are your strengths؟ نقاط قوتك. بيقول هنا تاني هقول في الامتحان تاني نقطتين ثلاثة وبالهداوة وما تكترش كتير. طبعا ما عندك ما تقعدش تتكلم كتير عشان ما تغلطش. من كثر كلامه كثر زلله أو خطأه. تمام. حاول تجاوب وحاول تربطهم بالوظيفة اللي أنت رايح تقدم لها. يعني مثلا طبعا هنا الكلام معكوس. فبيقول هنا I am really friendly. أنا حقا ودود. I like to make new friends. أنا بحاول أكون أصدقاء جداد. بحاول to get some أحصل على بعض منهم some experience of their experiences to get some of their experiences and knowledge. تمام. بحاول أحصل على بعض من خبراتهم ومعرفتهم. من ضمن الكلام بدأ كلامه هنا بيقول one of my strengths أحد نقاط قوتي is adaptability with people. adaptability with people يعني التكيف والتأقلم مع الناس. تمام. وده منه ان انا I am really friendly وانا حقا ودود. وبيكمل بعد كده الكلام. بنكمل. لو عاوز تكمل كلام هتقول I work I really work. I really work هنعكس نجيب الظرف قبل الفعل. I really work so well under pressures او under stress. بشتغل under stress تحت الضغط. عاوز تكمل بتقول I'm always looking for extra skills. بيزود نقاط القوة بتاعته. أنا دايما ببحث عن مهارات زيادة. تمام. knowledge المعرفة and information المعرفة والمعلومات because I appreciate the value of information لأنه أقدر قيمة المعلومات. طبعا الكلام ده اتكرر فوق شوية. I appreciate their values أقدر قيمتهم. ده متكرر فوق هنا من شوية. طبعا الكلام محتاج مراجعة في اللغة. أنا بحاول بقدر الإمكان أظبطه. I have got the concentration and attention skills of what I'm doing. لدي تركيز والانتباه أو مهارات الانتباه والتركيز of what لما I'm doing أقوم به. بركز في الحاجات اللي بعملها. I've got the persuasibility skills of what I'm doing. عندي مهارة الإقناع. إيه تاني؟ I'm an active person. أنا شخص نشيط. I'm a social person. أنا شخص اجتماعي. I've got team working skills. عندي أو team work skills. عندي مهارات العمل الجماعي. I am organized in working. أنا منظم في العمل. I can use computer programs. بقدر أستخدم برامج الكمبيوتر. And I enjoy using them وأستمتع بالعمل بهم. عايز تديله انطباع أنت ممكن تشتغل overtime أو extra time. I like أحب computer sciences in general. بحب علوم الحاسب بشكل عام. طبعا كلام مهم جدا. بعد كده tell me about yourself. أخبرني عن نفسك. هنا هتعرفه بنفسك الأول وبعد كده تقول له سماتك الشخصية بعض المهارات بتاعتك. ده أول سؤال. يعني أنت كده كده لسه بتسخن في الانترفيو. يبقى ردك بسيط في جمل واضحة وسهل. وخد بالك إن لازم صوتك يبقى واضح توصل الرسالة. هتقول له مثلا my name is محمد إبراهيم أي اسم. I live in إسماعيلية. بعيش في الإسماعيلية مثلا. I graduated تخرجت from the faculty of commerce
من كليه التجاره، ودلوقتي لها مسمى تاني فاكولتي اوف تريدنج لو انت هتغير. ميجر اكاونتنج، التخصص بتاعي محاسبه. سويس كانال يونيفرسيتي مثلا، او زاجازيج يونيفرسيتي، بنها يونيفرسيتي، كان يونيفرسيتي، جامعه كذا في سنه 2015 وهكذا. I am an ongoing person، outgoing شخص شخص friendly. I love people، بحب الناس. I like to help them، بحب أساعدهم. maybe more than، أكثر من. I do with myself، أكثر ما بعمله مع نفسي. كلمة فيها نوع من التواصل القوي مع الناس يعني. I am an optimistic person، دي حتة مهمة جدا جدا جدا. لما بتدخل أي بنك في الغالب، وده الأهم، بيقول لك service with a smile، عايز ابتسامة مع الخدمة، او الابتسامه قبل الخدمه. ادخل مثلا فرع في بنها، ماشي عند الفيلل مثلا، الاقي ما شاء الله الناس دايما مبتسمين هاديين، في موسيقى هاديه شغاله كده. عاوز دايما تديله الانطباع ده. I'm an optimistic person، انا شخص متفائل. and flexible، مرن in solving difficult things، مرن في حل المشكلات الصعبه. and in life in general، وفي الحياه بشكل عام. I'm an honest person، انا شخص شريف او امين. I'm very clear، واضح. and straight man، شخص مباشر. I currently work، حاليا اعمل for Orange as an outdoor seller او sales. طبعا بيتكلم هنا شغال بيبيع برتقال مثلا في ايه، في مكان معين، او بيتكلم على سلعه شغال فيها، مش بيبقى برتقان يعني قاعد في الشارع بيبقى برتقان يعني. تمام. I have got، ممكن تحذف الجمله دي خالص. I have got a diploma، وتركز على الدبلومات، بلاش I currently work for كذا كذا كذا. ماشي. طبعا لو هتدخل دخل حاجه بجد انت شغالها، وتكون مؤسسه محترمه يعني حاجه تقيله. خلاص ملوش لازمه ان انت لو مش شغال خلاص ما تطلعش الحته دي خالص. I have got a diploma، لدي دبلومه. about، وطبعا دبلومه higher education، تعليم عالي. about، عن human resources، الموارد البشريه، حاجه جميله جدا تعرف تتعامل مع الناس. from Suez Canal University مثلا. I am good at English، انا ماهر في الانجليزي. and I'm trying to improve this language، انا بحاول احسن. دي خطوه حلوه. language. I've got computer skills، لدي مهارات في حاسب. I can use Microsoft Office programs، بعرف استخدم برامج المايكروسوفت اوفيس طبعا، الوورد والاكسل والاكسس والباوربوينت والحاجات دي. and اي سي دي ال بروجرام ايذر، طبعا مش محتاج تقول اي سي دي ال لان هم لازم هيزيد عليهم بس الانترنت، وممكن الويندوز مش اكتر من كده. فطبعا قديمه، اي سي دي ال قديمه. اي لايك بروجرامينج، بحب البرمجه ان جنرال بشكل عام، especially بايثون لانجويج. طبعا لو انت عارف اصلا في البايثون لانجويج. I have worked، عملته هنا خبره بقى. at كيان جروب، في مؤسسه كيان او مجموعه كيان. and I'm using Microsoft Office، ما تكررش تاني. a little bit. طبعا بي تك تري بروجرامز، لو انت شغال على برامج معينه اتكلم، لو مش شغال خلاص ما تقولهاش. بنكمل. سؤال مهم جدا، انت شايف نفسك فين على ايه، على المدى القريب بعد سنه سنتين، وعلى المدى البعيد بعد 5 سنوات. imagine yourself after 5 years، تخيل نفسك بعد 5 سنين. هنا بيقول طبعا مش هتقولوا انا ان بعد 5 سنين هبقى مدير او رئيس قسم. هم طبعا بيسالوا السؤال ده علشان يتاكدوا انك ايه، هتبقى معاهم في المنظمه، مش هتسيبهم وتروح في مكان تاني او في البنك او في الشركه على المدى البعيد، ويعرفوا انك واقعي او غير واقعي، بتسرح بتأفور بخيالك. فاوعى تقول كلام يدل على انك بتخطط انك تروح مكان تاني. طبعا. وطبعا هم عاوزين يعرفوا الناس اللي عاوزه الوظيفه دي هي نفسها مش محتاجه حاجه تانيه. وانك طبعا مش رايح الوظيفه دي علشان تحط رجلك فيها بس، بحيث انك تتأهل لحاجه احسن من كده. الاجابه بتاعتك اهو. In the first 1 or 2 years، في أول سنة أو سنتين. I see myself، شايف نفسي becoming، بأصبح a true expert at my role. هبقى خبير حقيقي في وظيفتي في دوري. as a teller، لو أنا شغال teller at the National Bank of Egypt، في بنك الأهلي المصري افتراضا. أو I plan، I طبعا مش plain، هنشيل الدي في الآخر. I plan، PLAN،
to immerse myself in this position. انا احاول اغمر نفسي او اغمر نفسي في هذه الوظيفه. يعني اغمر نفسي يعني ايه؟ يعني هاخد كل الخبرات الموجوده فيها، هركز فيها جدا. understand areas، هفهم المناطق او المجالات that can be improved on، اللي ممكن احسن فيها او تتحسن. really know the ins and the outs of the job، هعرف كل صغيره وكبيره في الوظيفه دي. look for the opportunities، ادور على فرص to make the finance team، عشان نخلي الفريق المالي ده and my department والقسم بتاعي as efficient as it could be. انا عايز اخليه على اكفأ ما يكون. طبعا هنا ايه؟ انت بتدور على انك بتخدم في المكان اللي انت فيه. طب after 5 or 6 years، بعد 5 سنين او 6 سنين، I see myself، شايف نفسي as being the main finance key، اكون هنا ايه؟ مفتاح التمويل الرئيسي او الشخص الرئيسي في المكان ده of help، المساعده. who will have a link، انا هكون الشخص اللي هيكون معاه اللينك with all his department members، هكون معاه اللينك او الاتصال او مفتاح الاتصال بكل اعضاء القسم الاخرين all the other teams، وبكل كمان الفرق الموجودة في المنظمة. يعني أنا إيه؟ أنا عاوز أبقى أهم شخص في مكاني. I want to be able، عايز أكون قادر to extend my expertise، عاوز إن أنا كمان مش هحتفظ بخبرتي لنفسي، لا أنا عاوز أوفر خدمتي، أوفر خبرتي للآخرين. أنا عاوز أبقى مدرب كمان. يعني أنا كمان مش هحتكر المعلومات لنفسي، لا أنا I want to extend معناها share my expertise، خبرتي واكسبيرينس وخبراتي. and offer help، واعرض مساعدتي to my department على اعضاء قسمي and other departments والاقسام الاخرين. طبعا لغايه هنا خدنا لغايه السؤال رقم 4. اتمنى نكون استفدنا، هنكمل ان شاء الله بعد شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.